اول مره في حياتي اكل فرخ كامله مقليه. يلا يا جماعه بقى، بما ان احنا النهارده في وسط البلد فتعالوا نجرب حاجه جديده قوي. انا اصلا مطاعم الفرايد تشيكن كلها، بس لقيت مطعم بيعمل فرخه كامله هي فرايد تشيكن كامله، فعايز اشوف الموضوع دوت. ومطعم اسمه هاتشي في وسط البلد، وبقول لك ايه، ادخل شوف. ده شكله كده يا حميده بالظبط. بص بقى، انا اصلا مطاعم الفرايد تشيكن كلها بقالي فتره كده، بس عجبني فكره ان انت تاكل فرخه كامله فرايد تشيكن، وهي مش فرخه، هي فروجه فمسمينها فروخه. هي بتبقى فرخه صغننه، يعني الفرخه دي مثلا 600 جرام مثلا، مش فرخه بقى اللي هي 1200 جرام. لان انا كنت مستغرب من فكره ازاي هيسويها اصلا، يعني ازاي هتتسوى فرخه كامله على بعضها. تعال نشوف هل هي مستويه ولا مش مستويه. وجبنا معاهم 3 سندوتشات. اول واحد ده السفروت، ده ب 39 جنيه، وده الدوكش، ده اخو السفروت الكبير اعتقد، هو السفروت ب 69 جنيه، وده بصوص المانجو والاناناس فرايد تشيكن، مانجا واناناس وفرايد تشيكن. تعال نشوف هل هننبسط ولا هنقطعهم تاني. بص بقى الراجل ايه عمل حركه صايعه، مع احترامي لجميع المتابعين، الفروخه دي عاليه عن البوكس، يعني هي دي مش كل دي لا، في ورقه هنا هو فاهم، رافع الفروخه شويه لفوق. تفتح كده تلاقي الفروخه، تلاقي بقى الفروخه عاليه بقى وكبيره وايه ده، وتيجي بقى تخش تلاقي البطاطس اصلا هي اللي على السطح. بس احنا هنقول كل حاجه بصراحه. ما قلتلكش بقى الفروخه بكام، سعرها حلو. كام بقى؟ ودي مفاجاه لكل المتابعين ولا في اخر الفيديو. ودي بقى مش هنقولها دلوقتي عشان تكمل الفيديو، تمام؟ بس الفروخه سعرها رخيص، يعني رخيص، لان احنا انت لو انت حسبتها ريفرنسز للسندوتشات فاكيد الاسعار حلوه، فانت رايح في اسعار حلوه. احنا في وسط البلد يا جماعه، في منطقه لذيذه عتيقه جميله، عند مؤمن جحا واباتشي واخر ساعه، وورانا محل لبس والدنيا وحاجه اخر جمال بصراحه. الواحد اللي وقع هناك. طب صورته؟ صورت. لا ما صورش الوقعه للاسف. هي دي يا جماعه الفروخ. لا وريني كده يا احمد، وريني ناحيتي، هات ناحيتي اهي، بس هي مولعه الفروخه. فيله مغلغله لجوه. دي مغلغله من الداخل ومن الخارج، فهي دي نص الفروخه ودي نص الفروخه. يعني تعال نشوف ورك الفروخه، ده ورك الفروخه، بس هي التتبيله جوه قوي. صوص الجبنه حلو قوي. عايزين ندوق الفروخه. لا ما هي سخنه مولعه نار. تيجي نجرب فروخه في الاخر؟ مش هعرف اكلها والله. ندوق السفروت. سفروت ماشي. السفروت ده ب 39 جنيه، سفروت خالص اسمه كده. هل السفروت ده سبايسي؟ سبايسي. بص السفروت ده عامل زي ميني مايتي زنجر، بس ساندوتش طويل، تمام؟ هو طويل بس قصير، يعني قصدي مش كايزر. يعني في قطعتين ستريب، في تركي مدخن، في صوص كده سبايسي مع خس ومايونيز تحت. انا بالنسبه لي كساندوتش 39 جنيه جامد قوي، يعني لو اخدت مثلا 3 هنبسط بيه. تعال نخش في الدوكش، بس السبايسي بتاعه حامي قوي. ده بقى الحق الدوكش ستريبس برضه، بس هو كواليتي العيش حلوه، والفراخ معمول لها بريدنج قوي مع التركي، بس الصوص بتاعها حراق. بس انا حاسس ان الدوكش اوفر من السفروت، بس السفروت ارخص من الدوكش. عادله محدش فاهم. انا احب الدوكش اكتر كحاجه، ما يجيش معايا السفروت ده. بس هو في الاخر نفس الساندوتش بالظبط، معاك 40 جنيه كل السفروت، معاك 70 جنيه كل الدوكش. ده بقى ساندوتش شكله صوصي قوي، عليه قطعتين من الفراخ، وعليه ديت اونيون رينجز المفروض، وعليه صوص مانجا واناناسيه، بس هي وقعت نحطها بقى تاني. ندوق بقى الساندوتش ده. دوق يا حميد. انا حميده هعمل ايه؟ ما تيجي تاكل والله العظيم. تعالى كل خد حته الفرخه دي اقعد معايا. تعالى. مش عارف ليه ما بتحبش الفرايد تشيكن؟ لا بحبها بس مش عارف اخد بقى عشان انت قاعد مع مين؟ اصحابي هناك اهو. هاتهم. طب اقول لك على حاجه، اصل مش كنتش عايز اصور ديت، والله العظيم والله العظيم ما كنتش عايز اصورها. خدها بس مسي عليهم. خلاص ايه، ادينا واحده بقى ادخل شوف هنا. ادخل شوف. انا بالنسبه لي ميكس البلاستيك. معلش بقى التري ده على حسابي. ودي كانت لفته من بلوجر حنين على بلوجر الحنين رزق احمد. لا انا فعلا ما كنتش عايز اصوره والله العظيم. عادي هو شكله حلو، بس انا خلاص هركز في الفروخه. انا بقى بالنسبه لي فكره السويت مع حاجه فرايد كده، بس السويت كتير شويه، يعني حاسس طعم الاناناس مع المانجا مع الفراخ. لو اقل من كده شويه كنت ابقى مبسوط، بس فكره الكميه السويتنس ديت ما مش قوي. تعالى بقى نخش بقى في الفروجه بقى. هي ميزه الفرخه الصغيره دي ان انت تاكل صدر او ورك فيها هتلاقيه طري. ممكن ناخد بقى قطمه باربيكيو، تتبيله واصله جوه قوي، يعني واحده مع الجبنه حلوه قوي. بس اعتقد انا كحميده ممكن اكل الفروخه دي لوحدها. بس فكره انك تقلب فروخه كامله منها بريدنج وتنزلها في الزيت فكره جديده، سخونيه فظيعه. كمان احنا عشان طالبينها سبايسي فالسبايسنس داخله. بس انا عجباني فكره اكل فرخه. انت ساعات بتاكل فرخه بعد الجيم يا مصطفى؟ بس مش فرايد بقى، فرايد كلها مشويه. دي اول مره في حياتي اكل فرخه كامله مقليه. طيب احنا كده خلصنا التجربه.
ان والله تجربه بسيطه جدا. احنا كنا قاعدين في وسط البلد، وعشان هتلاقي ان احنا الفيديو اللي قبله في وسط البلد فاحنا حبينا وسط البلد الظاهر كده، من المناطق الجميله العريقه. فين بقى الشوكه بقى؟ احنا كده ايه، خلصنا الفروخه، خلصنا الثلاث سندوتشات اللي احنا ضربناهم. اوفر اول هي فكره ان السعر حلو مع التتبيله اللي داخله جوه خالص، مع ان الفراخ ريحتها نظيفه وصغيره فالسوا بتاعها حلو، مع طريان الصدر ونعومه الورك وحلاوه الكيله. هو انا بعمل اعلان؟ بس طلبنا بقى ايه دي؟ سوبريم، بطاطس سوبريم. دي بتبقى بطاطس وعليها بيكن وموتزاريلا وصوص شيدر، وده فلفل ده ولا ايه؟ مع صوص تيستي وصوص شيدر. حلو برضه، هو صوص الجبنه بتاعهم حلو، صوص تيستي لذيذ، والبطاطس نفسها الترينكل حلوه يعني مقرمشه كده. والطبق ده ب 59 جنيه. تمام؟ ايه؟ لا ما هي 59 بتجري الزبون شويه. 60. امال انت ليه عملت الجاستوس ب 39؟ ليه عملت السفروت ب 39؟ بنجري الزبون. بس فالمهم انا شايف ان التتبيله حلوه مع الفراخ حلوه مع الاسعار حلوه قوي يعني. انا اعتقد مفيش الاسعار دي دلوقتي يعني، فممكن نلخص لكم التجربه. هو كان في طبق فرايد تشيكن هنا يا جماعه، كنا برضه هنعمل ريفيو عليه. تعالوا نقول لكم مثلا القطع بكام، وانتوا ايه اسيومت انتوا بقى، هتجيبوه مش هتجيبوه، هتجيبوا فروخه، هتجيبوا قطع فراخ، هتجيبوا سندوتشات، ايا كان. احنا الفروخه لا قلنا ب 179 جنيه، وارجع بنفسك مع الفيديوهات ورا وهتعرف ان انا قلتها 179 جنيه بالبطاطس ب2 صوص. وهي عندهم بقى الفرايد تشيكن نفسها بقى اللي هي الايه التشيكن بقى، مش الفروجه الصغننه ديت بقى، بتبدا من 55 جنيه. يعني انت مثلا ممكن تلاقي الايه قطعه فراخ مع ستريبس مع رز مع عيش ديت ب 55 جنيه. تطلع بقى تكبر، كل ما تكبر كل ما تكتر سعرها. قطعتين ب 85، ثلاث قطع ب 139، يا اما تروح اصلا وتاكل فروخه كامله ب 179. واعتقد ان الميزه في الفروخه دي ان البريدنج جاي في كل حته، فتمام انت مش هيبقى عندك مشكله في البريدنج، ان انت البريدنج تحسه قليل او كده. مش عارف ليه مش عارف اخد نفسي، ولا انا بموت في البيت. انا بقول احمد نروح ننام. انا بقول بقى ان احنا خلاص انت تروح تكمل الفروخه بتاعتك بعد ما انا فرطتها لك كده وهديتها لك شويه، وتاخد لك اي ساندوتش من الساندوتشات ديت. يعني ممكن تاكل فروخه وستريبس تدفع 200 جنيه مثلا وهيبقى طعمه حلو بصراحه، قصدي والسفروت. وبقول لك ايه، انا تعبت يا مصطفى واتحريت وسط البلد جميله، وبقول لك اقفل يا مصطفى. بس بقى يا جماعه، فهو بقى اللي هيقول لكم رايه في الفرايد تشيكن، لان انا ما جربتهاش. جامده جدا جامده جدا. والله وموافق ان واصحابي كمان كانوا هنا جامده قوي. جوسي كريسبي لا طعم وكل حاجه جامده قوي. موافق نزيع طبعا. يلا انت اخويا يا حبيبي. حبيبي بقول لك ايه، اقفل بقى يا مصطفى.